السلام عليكم، يا أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. أنا أخوكم مدحت رمضان. بعد ما نوحد الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كل عام وحضراتكم بخير وعيد فطر مبارك عليكم وعلينا وعلى كل المسلمين، اللهم آمين. فضلا قبل ما نبتدي وكالعادة حابب أنوه على حضرتك، يا ريت قبل ما تشرفني برأيك في التعليقات تكمل معايا الحلقة للنهاية، لأن موضوعين اللي في الحلقة النهاردة مهمين جدا، وبتمنى من حضرتك بعد ما تشوف الفيديوهات كاملة علشان تحكم على محتوى الحلقة تكون إيجابي وتتفاعل معاها. يا إما تحط لايك أو إعجاب لو الحلقة عجبتك، أو يا سيدي ديسلايك أو عدم إعجاب لو الحلقة ما عجبتكش، وفي الحالتين يشرفني رأيكم في التعليقات. زي ما بقول لحضراتكم تقريبا في كل حلقة أنا بتابع التعليقات كلها وبتفاعل معاها وبرد عليها وبستفاد منها. زي ما قلت لكم أنا يعني مش لازم كلامي كله يكون صح، ومش لازم كلامي كله يكون غلط. وارد اكون صح ومصيب في بعض الاشياء، ووارد اكون غلط، واحنا في التعليقات بنتناقش في الموضوعين دول او في المواضيع دي مع بعض. طيب هنتكلم على ايه النهارده؟ كالعاده، وللاسف بقول كالعاده زي كل سنه، صلاة العيد في مصر بيبقى شكلها غريب في بعض المساجد، وبعض الناس بتعمل حاجات غريبة جدا. الاختلاط بين النساء والرجال والأولاد والبنات في صلاة العيد، بنشوف زي مظاهر كده صفوف للرجالة مع البنات جنب بعض. وبما إني اسكندراني فأنا هعرض لحضراتكم في حلقة النهاردة فيديوهات من مدينة اسكندرية للأسف شفتها في صلاة العيد، وهكشف لكم هل ده بيحصل في مصر كلها، وإيه رد الأزهر ودار الإفتاء على الكلام ده في الجزء الثاني من الحلقة. ولكن خليني أبتدي معاكم بحلقة النهاردة بموضوع أهم من الموضوع ده، وهو زي ما بدأ سبحان الله برنامج قطايف في رمضان للفنان سامح حسين بهجوم من الفنانين واللي مش عايزين محتوى محترم. النهاردة بعد ما انتهى برنامج قطايف مع انتهاء شهر رمضان الكريم، بنشوف النهارده هجوم برضو على سامح حسين من ناس غريبة جدا. والهجوم ده لسببين. السبب الاولاني هو وجود سامح حسين النهارده في احتفال الدولة بعيد الفطر امام الرئيس السيسي، وقال كلمتين سببوا الهجوم عليه. ايه هما؟ تعالوا نسمع الاول قال ايه، وبعد كده نرجع نقول لكم الهجوم كان ازاي. مصر فيها حاجات حلوة كتير قوي، حاجات جميلة كتير قوي. من ضمن الحاجات الجميلة دي انك مش محتاج مناسبة معينة علشان تسمع جملة كل سنة وانت طيب، وتقدر تقولها لأي حد وفي أي وقت، ولو صغر دماغه معاك مش هتغلب، هتلاقي له مناسبة. احنا شعب بيحب الحياة، شعب أبهر العالم بقدرته العجيبة على الضحك في أصعب المواقف. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده، بنحب الضحك، بنحب الفرحة، والعيد فرحة، ويا رب يا رب يكتر أفراحنا. زي ما شفنا كده، بالله عليكم خليني أسأل حضراتكم، هل الكلام اللي قاله سامح حسين في المقطع ده، الكلمتين اللي سمعناهم دول، فيهم حاجة غريبة؟ هل يستاهل الهجوم عليه بسببهم؟ شوفوا بقى حضراتكم التعليقات على الفيديو ده، زي ما ظاهر لحضراتكم كده. ايه خفة الدم دي؟ ده انت بتضحك بالعافية، دمه تقيل قوي قوي، التعريس، اسف لو بقول الكلمة ده، التعليقات والهجوم اللي حصل عليه ملا الكيس. دي بعض الهجوم والتعليقات اللي هجمت سامح حسين على الكلام ده. طب ايه بقى الغلط اللي قاله سامح حسين في الكلام ده؟ تعالوا بس اوريكم تغريده لواحد اسمه دكتور مراد علي علشان نفهم ايه سبب الهجوم على الكلمتين دول لسامح حسين. سالتني بنتي بعد ما سمعت كلمه الممثل سامح حسين امام الرئيس السيسي اليوم، هل من الجيد ان يوصف المصريين انهم شعب يحب التهريج؟ معلش بس يا دكتور مراد، انا مش عارف توجهاتك ايه، ولكن هل بالله عليكم سامح حسين قال ان شعب مصر بيحب التهريج؟ قالها كده؟ تعالوا نكمل بس التغريده دي ونرد عليها. يبحث عن الإجازات والاحتفالات ولا يأخذ شيئا على محمل الجد. يا بنت شعب مصر شعب واعي يدرك تماما أن التهريج لا يؤسس حضارة، وأن المهرجين لا يصلحوا قيادة لقيادة الأمة. شعب يشعر بجراح إخوانه في غزة ويعي ما يحاك لتفكيك مجتمعه. مع احترامي للسطر الأخير في التغريدة، ولكن يا أستاذ مراد بالله عليك، هل سامح حسين قال إن شعب مصر شعب بيحب التهريج؟ الراجل بيقول لك الضحك والفرحة، وفي العيد ادخال السرور على قلوب المسلمين. يعني انت نسيت يا استاذ مراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيما معناها اللي بتقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقة.
ادخال السرور على قلب مسلم ده بتاخد عليه جزاء كبير جدا. فين حضرتك من الكلام ده؟ هل سامح حسين قال لك احنا لازم نهرج وبنحب التهريج؟ راجل بيقول لك بنحب الضحك، شعب بيحب الحياه. هل الكلام ده غلط؟ هل الكلام ده حضرتك شايفه غلط؟ حد هيقول لي يا عم مدحت ممكن يكون غلط بسبب اللي بيحصل دلوقتي ضد اهلنا في غزه. ازاي نفرح بالعيد واهلنا بيحصل كده فيهم في غزه؟ هقول لك انت معاك حق في النقطه دي، ولكن سامح حسين في نفس اللقاء ده ونفس قدام الرئيس السيسي وفي نفس الاحتفاليه بتاعت الصبح اتكلم عن اهل غزه بالكلام اللي هنسمعه ده. وعلى ذكر الوفاء عند المصريين، احنا برضو لا يمكن ننسى اخواتنا في غزة اللي العيد السنة دي بيمر عليهم في ظروف صعبة قوي قوي، لكن لما بنيجي نشوف احوالهم المعيشية بنلاقيهم بيخلقوا اي فرصة علشان يعيشوا اجواء شهر رمضان واجواء العيد معانا. ويا رب يا رب قبل العيد اللي جاي ان شاء الله يعم السلام على إخواتنا في غزة وعلى كل الشعوب العربية. اللهم امين يا رب العالمين. يعني الراجل ما نساش اللي بيحصل ضد اهله واخواته في غزة. تخيلوا بقى علشان الكلمتين اللي قالهم برضو عن غزة دول، شوفوا الناس بتهاجم ازاي بقى. يعني في الاول ما عجبش وما لما اتكلم على اهل غزة شوفوا التعليقات كده بيتاجر بألام الناس. نورت المحكمة يا سرحان، ولا تطبيل للأراجوز وخلاص. طيب ما تتبرع لهم من مالك الخاص علشان ظروفهم الصعبة بدل الكلام وبس. مين قال لحضراتكم ان هو بيتكلم وبس؟ هل انتوا شققتوا على قلبه؟ هل شفتوه بيتبرع لأهل غزة ولا لا؟ يعني شفتوا حضراتكم هجومه لمجرد الهجوم. طب ليه بقى؟ انا نفسي افهم السؤال ده. اللي قال لك ان هو بيحب التهريج وشعب مصر شعب مهرج، مين اللي قال لك كده؟ الراجل في كلامه ما قالش كده. وما نساش اهل غزه في الوقت اللي فيه فنانين كبار وعاملين ترندات ومسلسلات متكلفه ملايين ومحدش جاب سيره اهل غزه. فكده الراجل يعني مش عارف اقول ايه، مش عارف ايه سبب الهجوم عليه. قولوا لي حضراتكم في التعليقات هل فعلا سبب الهجوم عليه سبب منطقي، والحمله اللي ضده دلوقتي بسبب المقطعين دول سبب منطقي؟ طيب زي ما قلت لحضراتكم في البدايه ان سبب الهجوم عليه المقطعين دول، وسبب تاني وهو ان سامح حسين قبل انتهاء شهر رمضان المبارك اعلن على نزول فيلم ليه في العيد اسمه فيلم الاستنساخ. وتعالوا نشوف، وده كان سبب برضو من الهجوم عليه. وناس قالت لك شفتوا مش قلنا ما تسمعوش كلامه وطلع رجع للفن تاني. تعالوا بس نشوف اعلان الاستنساخ اللي هو الفيلم اللي نشره سامح حسين زي ما بيظهر لحضراتكم كده. ده اعلان الفيلم اللي نشره سامح حسين واللي سبب عليه هجوم كبير جدا. قبل بس ما اعرض لكم حاجه او قبل ما نتكلم في اي حاجه، عاوز حضراتكم تاخدوا بالكم من اللقطه دي. اللقطه دي من اعلان الفيلم زي ما حضراتكم شايفين كده، دي البطله بتاعه الفيلم اللي طالعه مع سامح حسين. خدوا بال حضراتكم، شايفين البطله لابسه ايه؟ لابسه حجاب، مش لابسه طرحه زي ما بتحصل. يعني زي مثلا في معظم الافلام لما بنشوف واحده طالعه محجبه بتلبس طرحه على شعرها، انما ده اقرب ما يكون للطرحه الشرعيه اللي حضراتكم شايفينها دي. فدي حاجه كويسه من اعلان الفيلم، معنى كده ان مفيش مخالفات كتير هنشوفها في الفيلم. تاني حاجه زي برضو الاسكرين اللي حضراتكم شايفينها دي لبس اللي هي الحملات الصليبيه، فمعنى كده ان الفيلم ممكن يكون قصه بيعرض حقيقه اللي اتعرضت ليه الامه الاسلاميه من الحملات الصليبيه. ممكن يكون الفيلم كده. على كل حتى لو الفيلم فيه مخالفات شرعيه، الناس اللي طالعه تهاجم سامح حسين بسبب الاعلان ده، يا جماعه الخير، احنا لما دعمنا سامح حسين في البدايه هل احنا دعمناه على انه راجل شيخ؟ هل احنا دعمناه على انه راجل داعيه؟ هل احنا دعمناه على انه عالم من علماء الدين تاخد فتوى منه؟ لا، الراجل قلنا بيقدم محتوى كويس في ظل ما الفنانين بيقدموا محتوى زي الزفت، فاحنا دعمناه على كده. مش معنى ان هو يرجع للتمثيل تاني، وان كنا نتمنى ان هو ما يمثلش تاني، ولكن مش معنى ان هو رجع للتمثيل تاني ان احنا نقول المحتوى اللي كان بيقدمه في قطايف كان غرضه ان هو يفرش للفيلم اللي هينزل ده او يعمل دعاية للفيلم اللي هينزله. هقول برضو للناس اللي بتقول كده، هل انتوا شققتوا على قلبه؟ هل انتوا عرفتوا ان نيته كانت كده؟ قدم البرنامج ده علشان يعلم مع الناس، علشان يبقى فيه مشاهدات لافلامه؟ هل انتوا عرفتوا ان نيته كده؟ زي ما قلت لحضراتكم سامح حسين
ولا هو داعيه ولا هو راجل عالم ناخده منه فتوى، والراجل ما طلعش قال كده، ولكن ما شفناش منه في برنامج قطايف اي مخالفات شرعيه الا يعني المزيكا، ولكن مجمل الاعمال اللي كان بيقدمها كلام مع الاخلاق، كلام يعني مش كلام شيخ ولا ده ولا رجل عالم في الدين تاخد فتوى منه، ولكن هو كلام مع الاخلاق، وعلم مع الشعب المصري بسبب بساطته، مع الشعب العربي كله والشعب المسلم حتى غير المسلمين حبوا الكلام اللي بيقوله لانه كلام مع الاخلاق ومع النفس البشريه السويه. سؤالي انا كده وضحت لكم الجزء ده. السؤال هنا، هل فعلا هجوم على سامح حسين بالسبب ده يستحق ويبقى في حملات ضده للهجوم عليه وتكسير واحد عمل محتوى محترم؟ انتوا رأيكم ايه؟ ده رأيي، انا ده رأيي، فممكن وارد زي ما قلت لحضراتكم تختلفوا معايا او تتفقوا معايا في الكلام ده. نرجع بقى للموضوع اللي برضو بيتكرر كل سنة، وهو صلاة العيد في مصر. للأسف بنشوف اختلاط في نفس الصف زي ما ظهر لحضراتكم كده، بنات وشباب وحريم ورجالة واقفين في صف واحد. انا ما اعرفش العادة دي بتتكرر كل سنة، ولكن ده ضد الشرع وضد الدين. صلاة العيد دي شعيرة من شعائر الله، فعلشان نعملها صح لازم نعملها على السنة. الناس ممكن بتتساهل في حاجة زي كده، وعلى فكرة مش في كل المساجد عندنا مصر ما زالت بخير، مش في كل المساجد، ولكن بعض الناس اللي هم بيقول لك يا عم ده يوم عيد ويوم فرحة. هل الفرحة بتكون في معصية ربنا؟ اصلا لما اتفرض علينا او الرسول قال لنا على صلاة العيد دي لاظهار الفرحة بشعائر المسلمين، فما ينفعش نعملها بمخالفات شرعية. شوفوا حضراتكم الفيديو ده حصل للأسف في مسجد اسمه المأمون عندنا في اسكندرية. خدوا بال حضراتكم، شايفين الراجل واقف فين؟ واقف على يمينه واحدة وعلى شماله واحدة، ممكن تكون بنته أو زوجته يعني. بس أنا عايز أقول للراجل المحترم ده، يا عم الحاج، هل الصلاة العيد دي صلاة عائلية يعني أنت خايف على مثلا عيالك؟ فالصفوف معروفة، الأولانية صفوف الرجال ويبقى في حاجز بينهم، بعد كده صفوف النساء، مفيش مشكلة النساء تصلي العيد، لكن مش بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين. دي الفيديوهات اللي تم نشرها لصلاة العيد في مصر. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الغريب ان كل اللي حضراتكم شفتوه ده بيحصل في كل عيد، مع العلم ان دار الافتاء المصريه قبل صلاه العيد ده عيد الفطر ده كتبت تنبيه مهم وحذرت الناس وقالت ايه؟ صلاه الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل او حاجز تعدي صريح على قواعد الشرع الشريف لا يجوز، وعلى قوانين المحافظه على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة. للأسف زي ما قلت لحضراتكم مش كل ده بيحصل في مصر، بيحصل في الأماكن بس اللي هي الناس اللي هي البسيطة، وأكيد مش قاصدين، ولكن لا يجوز يا جماعة، لا يجوز. في كمان حاجة أنا شفتها في صلاة العيد النهاردة والله العظيم، واحدة أخت ربنا يهديها ويصلح حالها يا رب،
وانا رايح اصلي العيد بالصدفه والله شفتها كانها جايه من الكوافير بالظبط على صلاه العيد. متخيلين حضراتكم البويه اللي على الوش دي؟ يعني نسال الله العافيه والسلامه، جايه من الكوافير راسا. والله انا اعتقدت كده من كميه البويه اللي على وشها، جايه من الكوافير على صلاه العيد. فهل ده يرضي ربنا؟ والازهر حذر ودار الافتاء حذرت. يا جماعه الخير خلوا بالكم. وانا هنا بكلم الناس اللي بتعمل كده، وزي ما قلت لحضراتكم مش كل المساجد في مصر بتعمل كده للاسف، الاماكن بس اللي هي البسيطه او الناس البسطاء. ده الموضوع الثاني معايا في حلقه النهارده، وهنتظر اراء حضراتكم عليه في التعليقات. ويشرفني ويهمني برضو تقولوا لي رايكم عن سامح حسين وعن الهجوم عليه بالسببين اللي انا قلتهم. وكل عام وحضراتكم بخير مره ثانيه. دلوقتي بقى فضلا وليس امر ما تبخلش علينا، لو الحلقه عجبتك اعمل لايك علشان الحلقه تنتشر وكلامنا يوصل للناس كلها، ولو ما عجبتكش ديسلايك ورأيك يهمني في التعليقات. وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك إشعار كل ما ننزل حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.